اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ايام قرطاج السينمائيه 2014. تكون لا 25 اديسيون اللي يشاركوا فيها برشا افلام، وخاصه افلام تونسيه. كما تعرفوا المخرجين التوانسه منذ 3 سنوات منذ الثوره لقاو ان تيران ديكسبرسيون حر، ولذلك عندنا برشا افلام مره اخرى تونسيه. بيان سور الفيلم الناس الكل تستنى فيه واللي افتتح المهرجان هو تونيجن ليجند، قصه الشهيد المرحوم محمد بوعزيزي. في لجنه تحكيم نلقاو انطونيو بانديراس، الممثل انطونيو بانديراس اللي رجع الجمهوريه التونسيه بعد ما صور الفيلم تاع جون جاك انوب بلاك جولد في 2010 جوستومون باش تكون بروجيكسيون سبيسيال تاع الفيلم بلاك جولد اللي لقى نجاح كبير في العالم الاجمع. باش تكون هالبروجيكسيون هذه يوم السبت المقبل ان شاء الله مع ممثلين هالفيلم في تابي روج اكسبسيونيل، فيه انطونيو بانديراس، طه رحيم، فريدا بينتو، وبيان سور المنتج التونسي طارق بن عمار. الوغ لي جي سي سي كذلك قرروا باش يكونوا سيكسيون جديده في هالمهرجان، سيكسيون خاصه للافلام اللي تصوروا على التليفون بورتابل، وهذه فرصه بيان سور لكل المواطنين اللي ماكلونا باش نعيشوا بريسك مباشره الثوره توا 3 سنوات. ولهذا برشا افلام اون سومي للمهرجان، منهم وثائقي اللي عنوانه من سيدي بوزيد القصرين على طريق ثوره الياسمين، وثائقي عنده برشا حظوظ باش يتحصل على التانيت دور. وما نساوش كذلك حضور الاخ وائل غنيم اللي جاء سبيسيالمون من مصر، واللي بيان سور كان عايش في ساحه التحرير للثوره المصريه. من جهه جاء وائل باش يشارك في لجنه التحكيم، ومن جهه اخرى باش يقابل لي بلوغور من تونس ومن كل افريقيا وكذلك العالم العربي في نطاق كونفيرونس اسمها لا بلوغوسفير تيران ديكسبرسيون دو دومان. فوالا 25 اديسيون دي جي سي سي ايام قرطاج السينمائيه، كل النجوم كل الافلام وتوت لي انترفيو باش تعيشوهم معانا بالطبيعه اونلي على نسمه تي في. انطلقت الدورة 25 لأيام قرطاج السينمائية هذا العام في السومبتيو بالي دي كونغري اللي تحول مؤخرا إلى قصر المهرجان، واستقبل لتابي روج هذه الدورة مجموعة كبيرة من المشاهير المغاربية والعالمية. أيام قرطاج السينمائية تدور فعالياتها على غير العادة في شهر جوان باش تزامن مع احتفالات تونس بالذكرى الثالثة للديمقراطية. جاو فنانين من طول زوريزون باش يتبادلوا آرائهم ووجهات نظرهم حول السينما وباش يكتشفوا تونس وفنانيها. أيام قرطاج السينمائية اللي كانت حدث عربي وإفريقي انفتحت اليوم واستقبلت أفلام عالمية، وهذه كانت فرصة لسينياست تونيزيان للالتقاء مع منتجين دوليين وبالتالي خلق ان فيريتابل مارشي دو سينما. الجوري بريستيجيو هذا العام ترأسه المخرج الامريكي العظيم مارتن سكورسيز، واللي ما ترددش في تعبير الرغبه ديالو في تشجيع السينما التونسيه. ولو كان نجم نعمل حاجه للجن سينياست هذا اللي نتمناه انه نكون اموا اون سورت دونتوزياسم لهم. برنامج المهرجان ثري بافلام تونسيه جديده. لجنه مهرجان قررت تكثيف مشاركه المواهب الشابه واعطاء الفرصه لسينمائيين تونسيين لعرض اعمالهم. في المسابقة الرسمية كنلقاو سيناريوهات مختلفة للمخرجين التونسيين الشباب بحال نجيب القاضي، وليد مطار، رجاء عماري، ملكة عمارة وزينب العروسي. شهد المهرجان تنظيم متطور وإمكانية تقنية جديدة لاستقبال الجمهور وتلبية احتياجات المهنيين والصحافة. وسائل الإعلام الوطنية والدولية قامت بالتغطية كاملة ومكثفة لأيام قرطاج السينمائي واللي كيتخذ اليوم ان بلو غران انفيرغور.